غينيا استوائيه وغينيا بيساو غادي يحاولوا كذلك انه يخلقوا المفاجاه. ياسين بونو خطيره خطيره في ذات المنتخب الايفواري خطيره تدخل تدخل مره اخرى وابعادكم الايفواري. لاحظوا غالب سيس رجع كره ياسين بونو ولكن التمريره كانت خاطئه فقط لاومار دياكيتي. اومار دياكيتي اللي راوغ حارس ياسين بونو يسدد مره اخرى. نيف اغارد لاحظوا كيوقف كره اقل ما يقال عنها بانه كان هدف محقق للمنتخب الايفواري. دخول ديال نيف اغارد هو اللي بعد الكره هو اللي بعد الخطوره هنا. تمكن اللاعب اومار ديكيتي في الوقت اللي كانت المطالبه بالخطا ونيف اغارد في المكان المناسب يبعد الكره ويبعد. كنقول انه كان هدف محقق بالنسبه للمنتخب الايفواري. اومار دياكيتي لاعب فريق ستاد ريمس الفرنسي. هنا محاوله ديال فرانكيسي حذري من تمرير خاطئ بالنسبه للمدربين. تلعبات الكره طويله البحث على دياكيتي ويحيى عطيطلا. يحيى عطيطلا كان هناك خطا الحكم اللي عليه شيء خطيره في ذات المنتخب الايفواري. خطيره 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 تدخل نيف اغارد واللي بعد الكره في الوقت اللي كانت المطالبه بالخطا بعد تدخل امام يحيى عطيطلا. كره في الجهه اليسرى لفائده المنتخب الايفواري. لحسن الحظ كان تواجد نيف اغارد لانه الكره مرت من تحت اليد ديال ياسين بونو. محاوله شكلت خطوره بالنسبه للمنتخب الايفواري ولكن الكل اعتقد بان الحكم سيعلن خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أناحي مرتد هجومي امين عندك الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك واللي كانت جرت كذلك بابيجان الايفواريه. حكم كيمنع خطا بالفعل لغانم سيس. خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد. صباح المنتخب الايفواري كيبحث على تمريرات طويله. كان تدخل ديال سيباستيان أولر وخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. نيف اغارد محاوله ابعاد الكره خطيره ودائما محاوله لفائده المنتخب الايفواري. تدخل ديال يحيى عطيطلا أولر تدخل ياسين بونو. تدخل ديال ياسين بونو كانت محاوله خطيره لفائده المنتخب الايفواري. سيباستيان أولر تابع من جديد هذه المحاولات التمريره. لاحظوا كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. تسديده تصل الكره لسيباستيان أولر الذي يسدد. تدخل ممتاز للحارس ياسين بونو الذي يبعد الكره للزاويه زاويه لفائده المنتخب الايفواري. وهذا الكره الثابته لفائده المنتخب الوطني المغربي. اشرف حكيمي نتمناوها في الشباك. اشرف حكيمي فرصه تسديده وتدخل في مناسبتين. تدخل في مناسبتين من الحارس يحيى فوفانا. تسديده قويه من اشرف حكيمي. تابعوا مره اخرى هذه الفرصه وهذه المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. اشرف حكيمي اكيد لاعب اللي كيجيد كذلك تسديد الضربات الثابته المغربي. تدخل لغانم سيس مرتد هجومي حذري من هذا المرتد الهجومي لفائده المنتخب الايفواري. كره وصلت لهالر خطيره 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 والهدف خطيره والهدف. سيباستيان هالر يتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف اول. فرحه كبيره للجماهير الايفواريه. قلت بان سيباستيان هالر لاعب خطير كيتمكن من وضع الكره في الشباك وهدف اول لفائده المنتخب الايفواري. هدف كيجي في الوقت بدل الضائع. كنقول في الثواني الاخيره اذا المنتخب الايفواري ينجح في الوصول لشباك الحارس ياسين بونو. نتمنى منه الهدف ما ياثرش على نفسيه اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. نتابعوا هذا المرتد الهجومي. لاحظوا الانطلاقه ديال سيباستيان هالر اللي تمكن منه رفع الكره بذكاء ويوضع الكره في شباك. اذا نتيجه تغييرات لفائده المنتخب الايفواري. لاحظوا التحركات ديال سيباستيان يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب الايفواري. اذا
اذا امامنا سيباستيان هالر اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول. هذا اللقاء الودي الدولي وليد الركراكي كيف انه غادي يكون مطالب انه يبحث على الحلول، خصوصا خلال الجوله الثانيه، لانه الحكم بقى لنا يعلن على نهايه الشوط الاول. بالفعل نهايه الشوط الاول بتقدم المنتخب الايفواري بهدف